النهارده بقى يا حلوين هنعمل بيتزاية كده حلوة للولاد، تغيير يعني في الاكل واللي احنا بناكله. وهنعمل بقى العجينة مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. هنبدأ بقى اول حاجة. معايا كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده، الكوباية مية دي تكون دافية مش ساقعة. هحط فيها كيس خميرة فورية، جافة فورية. انا هعمل كيلو 1 دقيق مش اكتر، فهاخد الكيس ده بس، مش محتاجة اكتر. فهفضي الكيس كده واقلبه، وهحط عليه كمان معلقه سكر عشان يساعد على التخمير كده. ادي معلقه السكر اهي، بسم الله. ونقلب. وبعدين بقى هسيب بقى كوبايه الميه دي، هسيبها لغايه اما يعني هتخمر، فهيطلع حاجه وش كده يعني، هتعلى شويه. هركن دي على جنب بقى، وهنيجي بقى للعجينه بتاعتنا. دلوقتي انا حاطه في العجان بتاعي، حاطه كيلو دقيق بس. تمام، ثانيه واحده بس هرفعه كده عشان نعرف نحط بقيه المحتويات. هحط بقى شويه بقدونس كده، على شويه توابل عندي، على زعتر بقى، يعني عشان يبقى ريحه العجينه تحفه كده. بسم الله. هحط كمان شويه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم كده. هفضي بقى ايه كمان، علبتين زبادي. ده اختياري، انا كده خلاص اوريدي فضيت علبتين زبادي. وده اختياري، يعني ممكن تعمليها بميه خالص، بس انا قلت عشان يطري العجينه شويه ويخليها طريه كده وجميله. هنزل بقى كده العجين وهقلبه على اول سرعه خالص، على سرعه هاديه. اعمل ميكس بالراحه كده على ما الخميره بتاعتي تخمر كده، واضيف على مهلنا خالص. بصوا بقى يا جماعه، انا هحط حوالي يعني ربع كوبايه زيت، ربع مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هفصل بقى هنا كده، وهوريكم الخميره عشان هنضيف. شايفين الخميره ارتفعت ازاي؟ ده دليل ان الخميره دي ناجحه وكويسه. هضيفها دلوقتي للعجينه قبل ما تفور مني، وهقلب. بسم الله. هرفع كده، بسم الله. ما شاء الله. هنزل بقى كده دلوقتي وهكمل ضرب. هبدأ برضو على الهادي، وتسرعي على مهل عشان الدقيق ما يطيرش في وشك. دلوقتي بقى وهي شغالة كده، هبدأ بقى بالسباتولا كده انزل الدقيق، اساعدها عشان تلف معاها. انزل الدقيق كده بالراحة، بسم الله، عشان العجينة كلها تلف مع بعضها. هبدأ بقى دلوقتي اعلي في السرعة بتاعتي عشان الدقيق يمتزج كويس قوي مع بعضه. وبعد كده هوريكم بقى هنضيف المية واحدة واحدة. دلوقتي بقى هنزل بالمية واحدة واحدة، بسم الله، واحدة واحدة. مش هديكي مقدار مية معين، لان كل دقيق وليه مقدار، فانا هنزل بيه واحدة واحدة. علي بقى درجة الضرب بالراحة، بسم الله. خلاص كده العجينة جهزت، وانا شلتها وحطيت مكانها كده في البتاع بتاع العجان زيت، شويه زيت، ودهنته خالص كده، ورحت حطاها. وخلاص شوفوا عامله ازاي، تحفه ما شاء الله. هغطيها بقى واسيبها بقى ان شاء الله تخمر، ونرجع نشوف هنعمل بيها ايه. خلاص كده ما شاء الله العجينه خمرت، ما شاء الله، الله اكبر، حاجه تحفه. بصوا يا تحفه تحفه تحفه. هنشيلها بقى خلاص، وهبدأ بقى اقسمها على البيتزات اللي انا هعملها، وهنبدأ نشتغل. يلا بسم الله. دلوقتي بقى هفردها. انا قطعت على قد الصينيه بتاعه البيتزا اللي انا هستخدمها، وهفردها دلوقتي وهحطها في الصينيه، وهتشوف. بتفرديها كويس بدي عشان تبقى رقيقه، ما تبقاش تخينه. تمام، هفردها بقى وهوريها لكم. خلاص كده انا خبزتها، وهفردها بقى في الصينيه. هي سمكها رفيع خالص زي ما انتوا شايفين. هفردها بقى في الصينيه اهو، مفيش حاجه، مش محتاجه حاجه، انا كده كده خبزاها بره.
دلوقتي بقى هعملها بالشوكة، هخرمها بحيث ان هي ما تعلاش معايا، يعني ما تقبش معايا، تفضل سمكها رفيع. وكمان عشان لو هتحطي بقى الصوص اللي هو مثلا صوص الصلصة اي صوص تاني، يعني العجينة ذات نفسها تاخد من التيست بتاعه. دلوقتي بقى انا ما عنديش صلصة، فهستخدم اللي هو الكاتشب، طماطم كاتشب مش عليها مش حارة يعني، فهحط حبة وهوزعهم. هوزعها بالفرشة بقى، بسم الله. هتدي نفس تيست الصلصة، ما تقلقيش، وطعمه بيبقى حلو. نبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا ايا كان اللي انت هتختاريها. فانا الاول اول حاجة هوزع شرايح الجبنة اللي هي البرزيدوني اللي هي بتستخدميها مع البرجر، مقطعها حتت صغيرة كده، هوزعها الاول وبعدين هحط الحشوة اللي انا اخترتها. دلوقتي انا اخترت ان انا هعملها بالتونة، فهبدأ اوزع زي ما انتم شايفين. التونة انا جايباها تونة قطع، بس انا يعني عملتها يعني فتفتها كده، لان انا ما بحبش المفتتة، مش بحب اجيب التونة المفتتة، بتفرق في الطعم على فكرة. هبدأ بقى اوزع الخضار، هوزع الفلفل الاخضر مثلا الاول، بسم الله. هوزع بقى دلوقتي الزيتون. هحط بقى شوية موزاريلا صغيرين، وبعد كده هفرش الطماطم، وبعدين هرجع تاني احط موزاريلا تاني، يعني دي مش كمية الموزاريلا اللي انا هحطها. هبدأ بقى هحط الطماطم، بسم الله. هحط بقى اخر حاجة شوية موزاريلا كمان، عشان انا بحب الموزاريلا بتاعتها كتير شوية. خلاص كده هي تمام. هشيلها بقى واحطها في الفرن، الفرن بتاعي سخن. وبعد كده هنطلعها ونشوف هي عاملة ازاي. دلوقتي يا جماعة انا دي البيتزا خلاص جميلة. انا كنت نسيت اقول لكم ان انا غطيتها بفوطة لمدة 5 دقايق عشان تفضل طرية وجميلة كده. دلوقتي هطلعها بقى في الطبق وهنقطعها ونشوف. تمام، انا خلاص حطيتها في الطبق، هنبتدي بقى نقطع مع بعض. ما شاء الله تحفة. خلاص كده انا قطعتها كلها، ادوق بقى معاكم. تحفه. هو طبعا الموزاريلا لان انا سبتها تبرد شويه، بس تحفه بصراحه. بسم الله. خلاص كده انا دقت، طعمها حكايه، رفيعه ازاي، حلوه قوي 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 قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تعليق حلو منكم كده لو انا بفيدكم باي حاجه ولو بسيطه. باي باي.